السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في اطباق زكيه شانيل. اليوم جبت لكم تحيه اللي سهله وبنينه والمنظر ديالها كيجي رائع. عندي هنا كميه من الفواكه، عندي الفراوله والموز والتفاح مقطعين، عندي كميه من الجوز او الكركاع مهرمش، عندي 2 حبات نتاع لافوكا، رقائق الشوفان، وعندي واحد الياغورت والحليب. هنا كناخذوا الخلاط كنوضعوا فيه لافوكا. هنا كمية الفواكه كتبقى على حسب عدد افراد العائلة. انا هنا غنحتاج 2 حبات نتاع لافوكا، غنضيف ليهم واحد الياغورت. هنايا كيبقى الياغورت اختياري، انا عندي هنا واحد الياغورت صغير بنكهة الفاني. غنضيفو ايضا كأس نتاع الحليب. هنا انا ما غنضيفش كميه كثيره نتاع الحليب حيت بغيت الخليط نتاع لافوكا يكون ثقيل وعاقد. انا ما غنضيفش السكر، نتوما الا بغيتو تضيفوا السكر لكم الاختيار. كنخفق مزيان لافوكا مع الحليب بهذا الشكل. هذا هو الخليط اللي كنحصلوا عليه، كيجي عاقد وثقيل. هنا عندي هاد الكؤوس هادو غنوضع فيهم القليل من الخليط نتاع لافوكا او عصير لافوكا في الاسفل، وغنوضع فوق منه الفواكه. عندي الموز والتفاح والفراوله بهذا الشكل. هاد التحليه كتوجد بسرعه، كتجي رائعه وبنينه بزاف. هنا احتفظت بالكميه من الفراوله للتزيين. من بعد كنولي كنوضع القليل من الخليط نتاع لافوكا فوق الفواكه بهذا الشكل هذا. نكمل بهذه الطريقه كاع الكؤوس اللي عندي بهذا الشكل. هنا كنوضع ديك القطع نتاع الفراوله اللي خليتهم للتزيين في الوجه بهذه الطريقه هذه. يعني التزيين دائما كيبقى اختياري. من بعد كنوضع القطع نتاع الكركاع بهذا الشكل. ممكن تستعملوا اي نوع ديال المكسرات عندكم، ممكن ايضا تستعملوا الزبيب او اي نوع نتاع الفواكه الجافه. هنا عندي رقائق نتاع الشوفان، غنوضعهم ايضا على الوجه بهذه الطريقه هذه، وغنزين بانصاف نتاع الكركاع، يعني تزيين بسيط على حسب اللي متوفر عندكم. ممكن ايضا تزينوا بالقليل من العسل الحر اللي عندكم، يعني خطوط هكا ديال العسل. بما اننا ما ضفناش السكر غتزيد قيمه غذائيه وغيولي عندنا التحليه يعني كتجي صحيه اكثر. هذا هو الشكل ديالها، كيجي داك الخليط نتاع لافوكا كريمي وكتجي بنينه بزاف. كنتمنى تكون هاد الوصفه نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد.